بس هو انسحاب. السنه اللي فاتت نادي الزمالك وانسحب عشان 4 طلبات نفذ منها 3 على فكره. ما كان اللي كنا عايزينه ان جدول الدوري يتحط كله كاملا اتحط، عايزين يبقى بالترتيب ده ما كانش ينفع لان كان اوريدي ده طلب لم يتحقق. عامر حسين ما بقاش موجود، فما بقاش موجود ان لجنه الحكام تتغير فبقى اتغيرت. الاهلي خد السنه دي اكتر من 10 12 نقطه بالحكام المصريين. انا مستغرب، المفروض الناس هي اللي تقول مش عايزين حكام مصريين، انما في الاخر هو انسحاب. الناس راحت الملعب ووقفت وقالوا السلام الجمهوري وما جوش، يبقى اسمه انسحاب. ليه بقى هيبقى موجه لبيراميدز؟ ليه؟ عشان ايه؟ ممكن تديني فكره ليه بقى موجه لبيراميدز؟ لا ده الكلام بيتقال عشان الناس كلها تمشي تقوله. لا احنا قلنا ان الحكام ضرونا، بس ما قلناش ان انا هجيب حكام اجانب. الاهلي انسحب 9 مرات على مدار تاريخه، ما اتضرش ولا مره ولا تعاقب ولا مره. مرات لغوا الدوري، ومرات تعادل مع في حل اتحاد الكوره، ومرات مشوا الوزير، ولا مره تعاقبه. فانا طبعا حاسس بالصدمه. انما الزمالك كل ما بينسحب كان بيتاخد عليه 6 نقط عادي. واحنا الدوري تتوقع انه الاهلي يرجع؟ طبعا اكيد الدوري من غير الزمالك والاهلي ملوش اي معنى. الاول ان الاهلي هيكمل مش في ايده يعني. ما لعبش ماتش ماسي، انما تنسحب خالص من الدوري على بعضه مستحيل. دوله وفي لا في امن قومي وفي حاجات بعيده قوي عن فكره ان ماتش كوره.